لو نفسك تعملي العيش الشامي في البيت ويطلع معاكي طري وينفخ معاكي زي بتاع المخابز، يبقى الفيديو ده ليكي. بمكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. هعمل معاكم النهاردة احلى عيش شامي بنتيجة مضمونة جدا. وعايزاكم بقى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هقولكوا على كل الاسرار اللي هتطلع معاكي العيش زي ما انتوا شايفينه كده، مفيش ولا رغيف ما نفخش. يلا نسمي الله ونشوف مع بعض المكونات. اول حاجة معايا في المقادير 4 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي نص كيلو. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة او الباكت اللي هو بتاع الخميرة الجاهز. هقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنزل بقى بالمية وتكون معايا مية فترة. هنزل بكوباية، وبعد كده هنلم بقى العجينة الاول كويس، وهنشوف هتحتاج مننا قد ايه. متنزلوش بكل كمية المية مرة واحدة. طبعا انتوا عارفين ان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني في كمية السوائل اللي هو بيحتاجها. فهلم العجينة كده كويس، وبعد كده هشوف بالتدريج كده هتحتاج مية مني قد ايه. انا ال4 كوبايات دي خدوا مني كوباية وربع من المية. نزلنا الاول بكوباية من المية، وبعدين هنزل بربع التاني بالتدريج لحد ما العجينة تلم معايا وابقى خلاص مش محتاجة اي سوائل تاني. نعجن لمدة من 6 ل 8 دقايق لو بنعجن على ايدينا، لكن لو في العجانة يعني ممكن 6 دقايق كويس قوي. المهم ان احنا عايزينها تنعم معانا جدا. العجينة بتبقى بتلزق شوية، ما بتكونش عجينة ناشفة. يعني عجينة العيش ما بتكونش من المعجنات اللي هي بتبقى ماسكة نفسها وناشفة، بيبقى فيها سنة تلزيق كده بسيط. فممكن تغسلي ايدك قبل ما تبدأي تعجني بالطريقة دي علشان تعرفي تتحكمي فيها وما تلزقش في ايدك قوي. بعد ما عجنت العجينة كويس جدا وخليتها تنعم بالشكل ده، ممكن بقى ندهن البولة بتاعتنا دهنة بسيطة من الزيت، وهسيبها تخمر حوالي نص ساعة مش اكتر من كده. ما تسيبوهاش زيادة عن اللزوم، لان ريحة الخميرة بتبان قوي في العيش لما بيخمر زيادة عن اللزوم. هي ما شاء الله الخميرة كانت ممتازة، فانتوا لو مش متأكدين من الخميرة بتاعتكم لازم تعملوا لها تيست الاول، علشان حرام ما نضيعش كل المكونات اللي احنا عملناها دي. حاولوا بقى على قد ما تقدروا وانتوا بتقسموا العجينة ما تطلعوش منها الهواء، لان ده هيفرق معانا جدا في ان العيش ينفخ معاكوا كده ويبقى يطلع بالنتيجة الممتازة اللي انتوا هتبقوا حابينها. كوروا بقى بالشكل ده، ويحاولوا يكونوا كلهم قد بعض وكور متساوية. لو بالنظر كده ممكن يبقى قد الليمونة الكبيرة، لو عندك ميزان يبقى حوالي 50 جرام. وطبعا تقدري تتحكمي في رغيف العيش زي ما انت عايزة. لو حباه صغير قللي الكمية عن كده شوية، ممكن خليه مثلا 30 جرام، هيطلع العيش اللي هو الميني الصغنون قوي ده، او تكبريه زي ما انت حابة. خلصت كل الكمية اللي معايا، هغطيها بقى بالطريقة دي، يا اما بفوطة او بكيس بلاستيك. اهم حاجة ان انتوا لازم تغطوه علشان الوش ما ينشفش. وبعد كده هبدأ باول كرة انا شكلتها، رشة كده بسيطة من الدقيق، وهنبدأ بقى نفردها بخطوات بسيطة قوي. عايزين سمك الرغيف لا يكون تخين ولا رفيع. حاولوا على قد ما تقدروا كده يكون السمك بتاعه مظبوط زي ما هوريكم دلوقتي معايا. شايفين السمك ده؟ خلص بقى كل الكمية اللي معايا. ومعايا طاسة سخنة انا سخنتها الاول قبل ما احط العيش، وبعد كده هبدأ ان انا اول ما اشوف الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي، شايفين كده، هنبدأ بقى ان احنا نقلبه. وعدوا بقى كل 10 ثواني ابدأوا اقلبوا تاني لحد ما تلاقوه بدأ ينفخ معاكم. طيب لو حسيتوا ان هو ما بينفخش معاكم هتعملوا ايه؟ شوفوا كده هتلاقوا اكيد في اي حتة مخرومة من العيش ولا حاجة مطلعة بخار. ابدأوا سدوها بالسباتيولا كده، هيطلع معاكم بكل سهولة. وبندوس دوسة خفيفة جدا علشان خاطر يعني بنساعد العيش ان هو يطلع، ما تضغطوش جامد. شايفين انا بضغط بالراحة جدا. لو مشيتوا على كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، مفيش ولا رغيف هيهبط معاكم، كلهم هينفخوا وهيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. ما بين كل مرة كده تبدأوا ان انتوا بالفرشة تشيلوا كل الدقيق الزيادة اللي موجود في الطاسة، علشان خاطر ما يتحرقش معاكم ويخلي اللون العيش هيبقى غامق. فحاولوا ان انتوا تعملوا الخطوة دي، خطوة بسيطة بس هتفرق قوي معاكم في شكل العيش، هتخلوه فاتح كده وجميل.
شايفين جمال؟ اعتقد شكله بيتكلم عن نفسه. قد ايه هو طري بجد وخطير وريحته في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم مفيش ما شاء الله ولا رغيف ما نفخش معايا. كلهم نفخوا وكلهم بيتفتحوا، وبتقدري تعملي بيهم احلى سندوتشات خطيره. هتعجبكم جدا. تقدري كمان تحتفظي بيه في الفريزر وقت ما تبقي حابه. هتسيبيه يبرد تماما وبعد كده تدخليه في الفريزر الكميه اللي انت عايزاها، وتسيبيه اول ما تبقي محتاجاه طلعيه يا دوب هيفك، هتلاقيه على طول فك وبقى كأنك لسه عاملاه. بيفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. شايفين؟ شايفين ازاي عامل ازاي من جوه من كتر ما هو طري. يلا جربوه بقى واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. واتمنى لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه متنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم. ولو انت اول مرة تشرفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شكرا جدا لمتابعتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية جديدة على خير. مع السلامة.